السلام عليكم الدراري. اليوم جبت لكم واحد الاخبار اللي زوينه بزاف ومفرحه بالنسبه لينا حنا كمغاربه على الدول المغربي ديالنا حكيم زياش اللي صبحات من البارح اليوم واحد الاخبار كبيره كتروج في جميع الصحف العالميه المعروفه عن دخول نادي كبير عملاق لاستقطاب حكيم زياش ومنافسه باريس سان جيرمان على استقطابه. شو هاد الاخبار شحال زوينه اننا تنشوفوا الدول المغربي ديالنا انه بزاف ديال الانديه كتدخل السباق باش تاخدو. ولي هو هاد النادي؟ شكون هو هاد النادي؟ النادي هو النادي البافاري بايرن ميونخ الألماني. يريد حكيم زياش وهو يراقبه من مدة طويلة، وخاصة من كان في اياكس امستردام كانت له رغبة في استقطاب حكيم زياش، لكن مع الأسف تم انتقاله إلى نادي تشيلسي. وكما تعرفون قصته مع هذا النادي، خاصة بعد رحيل فرانك لابارت الذي كان معجبا بحكيم زياش. ولكن حكيم زياش بشخصيته وكاريزمته استطاع أن يقول كلمته في هذا النادي، وكما ترون في هذه الأيام الأخيرة خاصة بعد كأس العالم يثبت جدارته في مباراة تلو الأخرى. و... ولهذا صعب بايرن ميونخ أن يفوز بحكيم زياش، خاصة باريس سان جيرمان على الخط، وهما نوادي كبيرة جدا ولهم سيولة مالية كبيرة، وخاصة بعد اعتذار نادي تشيلسي لرئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي على الأخطاء على فشل صفقة حكيم زياش. ولهذا وتم وعد نادي تشيلسي لباريس سان جيرمان بإتمام صفقة حكيم زياش، وهناك أخبار تقول أن هناك استبدال بين نيمار وحكيم زياش. وإذا سألتموني هل تريدي أن ينتقل حكيم زياش إلى باريس سان جيرمان أو بايرن ميونخ، سأخبركم وأقول لكم أنني أفضل أن ينتقل إلى بايرن ميونخ عكس باريس سان جيرمان. ولكن أتمنى له كل التوفيق، ومع